السلام عليكم، كيفكن؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وأمن وأمان وصحة وعافية يا رب العالمين. شوفوا لي هالوردة هذه المدللة ما شاء الله، فتحت رجعت عن جديد. طقسنا ما بحكي لكم، يعني واضح نحن هينا فايتين على الخريف. هلا من بوادر الخريف الأوراق أكتر وأكتر بتصفر، بعدها منيحة وبعدها عم تعطي وبعدها عم تزهر بس النباتات، ولكن بلشت أكتر يعني تصفر. ليكوا شو طالع عنا هون، هاي بطيخة. كاني زارعة هون بطيخة أنا، مع أنا زارعة أكتر من وحدة. هلأ لبينت، يلا خليها. الصبح بنقوم بنلاقي برود وآخر النهار يعني بتبورد شوي. امبارح صورت لكم كان الطقس هيك يعني كله غيوم ومطرت، كان حلو بصراحة. يعني حلوة هالأجواء. بترجع بعدين يعني رجعت شقشقت السما ورجعت كمان شتت آخر النهار. من يوم ورايح بدي يصير كل أسبوع جزء من نباتات إيمون وقصقصهم، وشوي شوي من هون لآخر الموسم إن شاء الله بنكون بلشنا نخفف شوي زرعات عنا. هودي لساتني ناطرتهم ليحمروا، عم نستعملهم طبعا، ولكن لكم ما شاء الله شو حاملة. هيك حابة انه يحمروا اعملهم مثلا صلصة شطة، بعدني ولا مرة عاملة شطة فحابة اجربها. واللي عنده وصفة اكتبوا لي اياها، شو طريقتكم بالشطة. حابة شوي اعمل منها كمان زيت الشطة. ما بعرف اذا بتزبط انه هي الشطة وبحط عليها زيت زيتون وبصير استعمل الزيت، لانه نحن ما كتير يعني بنقدر على نكهة الحر القوي. اذا بتفيدونا بتكونوا مشكورين ان شاء الله. بتمنى تستمتعوا بهالفيديو، واهلا وسهلا فيكم بقناتكم وقناتنا. هلا بدي اقطف شوية اعشاب بحاجة لإلهم. قلنا بنخلي شوي من زهور المردشوش، بلكي هيك بيزبطوا معنا، مع انه انا ما حتى اذا بشتريه يعني ما بعرف ليه ما بيزبط زراعته، ما بتزبط زراعته، بيطلع عندي القليل جدا. فعشان هيك تعودت اني اشتريه، لقينا انه ما عم ينجح معنا. بدي حبة بس تعرفوا لا اخذ من هديك الحبة، عندي نوعية افضل. في عنا هو الحبقات اللي كانوا رايحين على الكب بالمحل ورجعنا جبناهم، ما شاء الله عنهم دايكم شايفين ما شاء الله. اوكي هنجيب لنا شي فليفلي بس مش هاي، في عندي نوعية احسن. ناخد هاي، نجيب شوية نعناع. اليوم الغدا بدنا نعمل دق لحمة فراكي وملسة وهيك شغلات. بدي اعمل كمونة
فأكيد بدنا أعشاب. كمان بنحط هيك على جنب الأكل نعناع حار وفجر وبصل. ناخد لنا وحدة من هون طابات، وهي لنشوف شو قصتها. ليكو هاي لونها كيف. وهيدا النعناع هيك بنكون خلصنا. فوت على البيت. في عندي هيدا بدي اعبي هلا نقصص. شو بدنا نعبي بقلبه؟ رح بلش بهاي. هي لانه ما عم بتعطي راس وعم تنمى وتاخد غذاء على الفاضي، فحنقصها. هيدا القسم من بندورة ما عليها شي، فكمان من قيمة. بهالطريق بدي أقلم أو قلم ورد الجوري. هذا كله في أمراض. هيدا النمو عم بقصه ما شاء الله، بعد عم تعطي بس نموها يعني خلص ما بتلحق. هيدا الخيارة كمان خلص. يعني الواحد هيك بصير كل اسبوع يتخلص من بعض النباتات اللي ما عاد تعطي او خلص موسمها، بصير يخفف شوي عليه. كمان هاي نفس الشي، هاي ما اعطت راس، هاي صارت نمو على الفاضي، كمان من قصة. هيكو هاي شايفين، هيدي ناقص كالسيوم، هيدي ناقص كالسيوم، وقد يكون نقص المي مع في كالسيوم إنف على مجي، يعني كفاية عم يجي عليها. ممكن هيك أو هيك. هاي كمان لنقيمة. ما شاء الله ما شاء الله الأولاد هون بهالناحية ما شاء الله ما بيهدوا، ما صوتهم طالع. بقى شفتوا شو في فرق بين قبل الظهر وبعد الظهر؟ يخزى العين شو مفرعة شو ممدل. حاستمر هون بالقصقص اللي بقدر عليه. ما شاء الله مش مبينين كاينين، شايفين هاي متاكلة كمان بقيمة لأنه كمان بتوسخ الدنيا. ليكو جاري شو عامل. هيدا اجيتكم عليها الحوض عمله من اسمنت، وهيدا عامله من خشب، من تحت فيه خشب شايفين، ويمكن بس مغطيه غطا، لا مغطيه غطا الظاهر. فهذا مشروع يمكن السنة الجاية بصير يزرع. هلا انا عم قيم الخيار لك هيكين عم اعطي بذر بس وقعت هون، وفي وحدة تانية هون بس هاي اظن نوع تاني. فرجيني بعدها بالارض خليها لك، مدامها بالارض خليها تتجفف. طيب هلا هيدا كله خلينا نقبه، كبه بزبالة. هاي شتلة شومر ابعتها، في شوية بذور كبيتهم هون خليهم هيك يطلعوا. وهون في بطاطا، تعالوا نشوف هالبطاطا شو طلعت، لانها يبست. شايفين كيف يبست؟ خلاص فينا نقيمها. بسم الله. هي صغيرة هاي البطيخة، هيكو ازاز. بسم الله ما شاء الله. ها هي حبة بطاطا مش غيرها.
هيدا بطيخة ليك وكأنك عم تكبر. امتى؟ بس ما بعرف بعد تلحقي يا جماعة، ما بعرف، ما أظن. شو هيدي مثل هلا بدها تكون على هم نقطفها. يلا خلص، ما إلها نصيب. صغيرة بعدها، كتير صغيرة. كمان هيدي خيار نقيمة نصها. يلا نقيمن هون. هيدي بيكون أول سطر زبالة من الحديقة لهالموسم بنكبه. يلا، ولهون رح انهي معكم هالفيديو. هلا هيدا الأسبوع بلشنا شغل بالمدرسة، يعني حيكون في شوي تقطيش بالفيديوهات، وأصلا مثل ما شايفين يعني غير إنه قطاف وشوي تنظيف ما فيه. نشوفكم يا رب على ألف خير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.